تقييم لاعيبة الزمالك النهارده قدام الحرس. هنبدأ بالمهدي سليمان 9/10. النهارده راجل في أول 5 دقايق شايل لك انفراد. لاعب لك آخر 3 ماتشات شايلك بمعنى كلمة شايلة. واحد هيقول لي يا عم تجم منه الماتش اللي فات من ماتش سيراميكا ولا بتاع، لا، حارس مرمى شايلك عنده خبرة. النهارده حطك طوال المباراة لسه في الجيم، لولا هو كان ممكن تطلع بره الجيم، كان ممكن يخش في الجون في أول 5 دقايق. لا، هو يستحق 9/10. عامل فترة عظيمة، مهدي سليمان عامل فترة عظيمة مع نادي الزمالك. آخر 3 ماتشات عامل اللي عليه وزيادة. مش بقى على خط الدفاع، نبدأ بالونش 8/10. النهاردة شايل كرة من على الخط ما تشالش. النهاردة عامل عظمة هو روخ، عم انه بيغلط كتير. النهارده برضه غلط في كوره كده، مهدي سليمان اداها له غلط وكان هيديها للمهاجم وتخش جوه، بس هو النهارده شال كوره من على الخط ما تشيلش. النهارده عامل مباراه كبيره. خلينا نبدا بقى بحسام عبد المجيد 6/10. على مستواه النهارده ما كانش ظاهر قوي. بنتايج 7/10، عمل مباراه كبيره. بنتايج بيثبت لك ان هو ده المحترف اللي لازم تتعاقد معاه. لاعب عنده سرعه، بيعرف يرفع، بيعمل كل حاجه، قوي في الدفاع. لاعب عنده خبرات، بيعرف امتى يهاجم وامتى يدافع. لا، بنتايج بيثبت لك كل يوم ان هو دي المهاجم، دي اللي انت تحط عليه التارجت اللي انت تجيبه ازاي واحد محترف. عامل مباراة كبيرة النهاردة. نتكلم بقى على محمد ابراهيم 6/10. بيصاب كتير طبعا، بس على الاقل هو احسن من عمر جابر. عمر جابر نزل النهارده، الكرة اللي هو شاطها بسرياي، اقسم بالله بسرياي. ما انا عاوز اتكلم عليه، ما انا فاهم الواد ده ازاي كابتن نادي الزمالك بيلعب بقاله 10 سنين ازاي في نادي الزمالك. لما نجيله محمد شحاته. ليه بقى ان 2 تقييم مش تقييم واحد؟ ليه بقى؟ واحد طبعا صفر صفر في الشوط الاولاني، بيعك مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف يعمل اي حاجه. طبعا في الشوط الثاني نديله 7/10. ليه بقى؟ بدأ يظبط، رجع تاني ذاكرته للكوره. بدأ يعرف ان هو كان لاعب كوره قبل كده باين او كده. ساعه ما جه من افريقيا هو ما بيلعبش كوره، اول مره يلعب كوره النهارده ويتحرر في الشوط الثاني. فتقييمه 7/10. محمد اسماعيل عم انه مظلوم. هو لاعب مدافع، ملهوش دعوه بنص الملعب، ما ينفعش يلعب نص ملعب. بطيء. كان بقى 4/10، رغم ان هو لاعب مدافع. احنا بنقيمه الوقت ان هو لاعب نص، احنا ملناش دعوه اللي احنا بنقيمه اللي كمدافع هنديله تقييم. اما هو الوقت يا عم لاعب نص، لا لا، ما ينفعش، ما عادش ينفع خالص. والمدرب هو اللي ظلم. النهارده 4/10 على طول. عبد الله السعيد المفروض هو اللي كان يربط بين الدفاع والهجوم في الشوط الاولاني، ونحس ان احنا ماسكين نص الملعب كان متاخد مننا. تقييمه 5/10. كبير في السن على عيننا وعلى راسنا، هنفضل نقول اسطوره يا عم وحبيبنا وكل حاجه واهم لاعب في اوضه اللبس، بس مستواه في اخر الايام ما مش قد كده، في اخر الماتشات مش قد كده بالنسبه لي. فهو تقييمه 5/10. بزاره 6/10. لاعب خطير بيعمل كل حاجه في الكوره، بيقعد يرقص وكل حاجه، بس فين الانتاجيه بتاعته؟ انا عاوز اعرف فين الانتاجيه بتاعته، فين الاسيست بتاعه، فين الجون بتاعه. هو دي اللي انا مستنيه منه. النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره، بيرقص واحد واثنين وثلاثه وبيعمل كل حاجه في الكوره. بس وبعدين انا جايبك عشان كده، انا عاوزك تجيب لي جول، عاوزك تعمل لي اسيست، عاوزك تغير لي نتيجه مباراه. انا جايبك عشان تقعد ترقص لي؟ روح العب خماس. انا عاوز لاعب يخلص لي مباراه. النهارده لا، النهارده مش عارف يخلص مباراه. فتقييمه 6/10. زيه زي ناس كتير في الشوط الاولاني كلهم كده. يعني مثلا الاسطوره ناصر في الشوط الاولاني 6/10، في الشوط الثاني 7/10. تطور. الجون اللي جابه ايه يا ابني؟ عالمي يا ابني، اقسم بالله عالمي. اي واحد مهاجم هيعملها من فوق الحار، هو بيعملها من تحت، مش اول مره عملها قبل كده برضه. دي عالمي. ناصر الاسطوره، اقسم بالله انا بقيت بتفائل بيه. لاعب هيجيب لك جون كل مباراه، لاعب بيعمل اللي عليه، بيعمل اللي عليه بمعنى بيعمل اللي عليه. مش لاعب بيكسل، لا، ده لاعب. انا الصراحه انا بكون قاعد ومستريح، عارف انه هيجيب جون في اي وقت. اقسم بالله هو خلاص ركبت عليه، هو اسطوره بمعنى كلمه اسطوره. النهارده جون، هوب براح، هوب واحد تاني يعملها لوب، هيحاول يرقص، لا انا العب السهل الممتاز، خد يا باشا. اما انه ما كانش حلو النهارده في المباراه، بس مضمون.
والله مضمون، اديله في ال 18 مالكش دعوه وغمض عينيه. لاعب بيعرف يجيب جون يا عم، عنده حاسه التهديف، وربنا عنده حاسه التهديف. بحبك يا اسطوره. خلينا نتكلم كمان على الدباغ. الدباغ طبعا شوط اولاني مش موجود، مش موجود طبعا. مظلومين، كلهم مظلومين النهارده بسبب خطه اللعب، بسبب لعيبه نص الملعب. ما اقدرش اقيم حد منهم، بس هو على اللعب اللي هو لعبه 6 من 10. اعلى واحد هيكون 9، اللي هو مين؟ مهدي سليمان طبعا لغايه الوقت. محمد شيري النهارده جاله كوره، انا اقسم بالله يعني قعدت ابص كده 10 دقايق، هو قصده عاوز يعمل بها ايه؟ كرة انفراد بيعملها لك مش فاهم لب والله كان قصده ايه، ولا اللاعب ولا اي حاجه، واحنا ايه في الدقيقه 80 واحنا ايه متعادلين محتاجين جون. مش فاهم كان قصده إيه، اقسم بالله لغايه دلوقتي. يعني على الفرصه ديت ياخد 4 من 10 على طول على طول. انا جايب جناح مش عارف يجيب لي جون، واحد في الستة ياردة مش عارف يشوط، ايه الزاويه قدامه كل حاجه، راح تعملها لي بالعرض، ويا ريت اعملها صح، لا تبره في الشارع، في الشارع. محمد السيد اول ما نزل نص الملعب ظبط. لاعب، لا، بيديلك لاعب يستحق التحية، لاعب صغير هيتطور. النهاردة تقييمه 7 من 10، 7 من 10. فتوح نجم المباراة، نزل غير نتيجة مباراة. لاعب المدرب قال له انزل نص الملعب بتاعك، متعنا، بيلعب، خلى كل حاجة تتحرك في خط اللي قدام. تقييمه 9 من 10 ويستحقها. النهارده الجون اللي جابه، لا 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 لا، من امتى الكلام؟ من امتى بيلعب بدماغه اصلا؟ تحس انه كان رايق، عاوز يفرحنا، عاوز يفرح الجمهور. ما تفهمش بقى النهارده بينزل هوب، خش ال 18. هو اصلا لاعب نص ولاعب اصلا باك، يعني انت فاهمني. بيخش يجيب جون حلوه حاططها صح، ما فيش فزلكه، ما فيش اي حاجه. النهارده حط يا باشا جو. النهارده بينزل يعمل اسيست وجو. النهارده بينزل يعمل اسيست وجو. حوالي 20 30 دقيقه غير نتيجه المباراه. مدرب، تحيه للمدرب. برضو تقييم المدرب تقييمين مش تقييم واحد. لا النهارده الزمالك تقييمه كله 2، مفيش حاجه اسمها واحد ده خالص، مستحيل. احمد ربيع ما شفناهوش، لاعب في نص الملعب راجع من اصابه، اهو اداله دقيقتين واحنا كسبانين، يلا يا باشا متعنا نشوف. عمر جابر بقى خلينا نقف الكره اللي جت لك الشوطه دي، شوطه يا ابني بسيريا يا ابني، بتتخض قدام الجون. يا ابني انت كابتن من كباتن النادي يا ابني، المفروض يا ابني تغير نتيجه مباراه يا ابني. المفروض يا ابني الكره زي دي تجيبها جون يا ابني. شيطه انت كنت معرضها اصلا، انا عاوز كنت معرضها يعني دي، انت كنت معرضة ولا ايه؟ انا عاوز افهم بس. فاعلى 2 النهارده تقييم مهدي سليمان في حراسة المرمى وفتوح.